إذا من جديد أحييكم أعزائي المشاهدين وأتواصل معكم في برنامج حصاد الدوري. إذا نذكر السادة المشاهدين بأن اختيار نجوم لاعبي الفرق والأندية إنما يتم بناء على رأي مدربيهم، هذه النقطة نرغب بالتوقف لديها. أعود إلى ضيفي في الاستوديو. إذا كان لدينا سفير في الإمارات العربية المتحدة لعب في الأسبوع الماضي، فإن لدينا أيضا العديد من السفراء. هنالك منتخب الناشئين وأيضا منتخب الشباب سوف يشد الرحال إن شاء الله إلى حيث نيبال. منتخب الناشئين لغاية هذه اللحظات نتائجه يعني معقولة منطقية. ما رأيك؟ الخسارة أمام قطر بضربة جزاء بهدف مقابل لا شيء، وأيضا الفوز على بوتان. شوف، بالنسبة للناشئين أن فريق جيد. فريق في بطولة غرب آسيا قبل شهر ونص شهرين أحرز المنتخب الأردني الذي استعد لفترة زمنية طويلة 3 سنوات. اللاعبين بيلعبوا وإحنا استعداد لاعبين هو فترة زمنية قصيرة جدا. وقدروا انه يفوزوا على يعني نفس مجريات المباراة المنتخب الوطني مع الامارات. انه في الشوط الاول تقدموا على المنتخب الاردني وقدروا انه كمان انه يعززوا الهدف باهداف. بس ولكن في الشوط الثاني هبوط في اللياقة البدنية ادى الى هذه مشكلة الى وصول الاردن للتعادل. فمن كده منيح وبشر في الخير. ان شاء الله. كابتن امجد جفال، دائما وابدا يعني الملاحظ بان اللياقة البدنية هي التي تخذل اللاعبين. يعني منطقيا أن نقول هذا الكلام عن الناشئين والشباب كونه ما في لهم مسابقات، ولكن غير المنطقي أن نقول هذا عن منتخب الكبار أو المصنفين. صحيح، بس إذا بتلاحظ مستويات فرق الدرجة الممتازة سواء ألف أو باء، أسبوع بيكون توب بيلعب بأداء بدني وتكتيكي عالي جدا، أسبوع ثاني بهبط الأداء. السبب بتصور هو، إذا بعرفش إذا الكابتن خضر بتفق معي على إنه بيكون سوء توزيع في الحمل التدريبي للاعبين. هذا أحد الأسباب الرئيسية. يعني مثلا في مدربين أنا لا يعني شاهدتهم بعيني في الملعب بيعطي التحمل ومن ثم بعض السرعة. يعني شغلات، وهذا ما كان ينعكس على بعض الفرق، يعني حتى الفرق الكبيرة جدا. ما هي المشكلة الأساسية بترجع للمدرب نفسه. يعني أغلب المدربين شو كان عبارة عن لاعبين قدامى يتحول لمدرب. يعني بعيد عن العلم، بعيد عن يعني يعطي تمارين شكلية بعيدة عن الوضعية السليمة للجسم. كثير لاعبين يتعرضوا لإصابات. أنا شفت فرق في بعض اللاعبين بيعانوا من أمراض ديسك. سببها الأساسي هو الحمل التدريب الزائد، الأمراض المتعلقة التي لها علاقة بالديسك. خضر، يعني منتخبات الناشئين أيضا لأول مرة تقفز على سطح الأحداث. إيش بدنا نعمل فيها مشان إيش نحاول نعظم مستواها، نرفع من منسوب مستواها؟ أول شيء هي رسالة بنوجهها للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالاهتمام بالفئات الناشئة وعمل بطولات خاصة بالفئات الناشئة، وهذا مهم جدا جدا جدا. المفروض إنه نبلش نشتغل على البطولات الرسمية، دوري للفئات المساندة لجميع الفئات. ومن خلال المشاهدة، عشان في بعض اللاعبين ظلموا، يمكن في بعض اللاعبين يمكن يكونوا افضل من اللاعبين الموجودين. مثل مين يعني اذا بتستذكر ناس؟ للاسف ما لم يخطر في بالي اسماء، ولكن انا سمعت انه كثير ناس. انا كنت مدرب المنتخب الناشئين في بطولة غرب اسيا. وكثير من الانديه اللي كانت تتصل علي انه يقولوا لي في لاعب فلان مثلا من ابو جيز اتصل علي من الخليل، اتصل علي من عده مرات. يحتج عليك؟ مش احتج عليك، احتجاج علي انا، بس احتجاج علي ليش انا من الاستعانه باللاعبين اللي كانت آلية اختيار كانت مش سليمه. انه كان اللي هي اللجان المساندة في المناطق اللي تختار اللاعبين اللي يبعثوا لنا اياها على اساس انه احنا نشتغل معهم. انا بتوقع انه افضل طريقه لاختيار اللاعبين هي من خلال المشاهده في بطولات رسميه للناشئين. وهي الخطه انا ما اظن انه تقدم فيها الكابتن كمال موسى بزاز للاتحاد، طالبهم بعمل بطولات للناشئين. وانا يعني بطمئنك كما بطمئن ايضا امجد جفال بانه اتحاد الكره الفلسطيني بالتنسيق مع مؤسسه يوحنا بولس الثاني سوف يشرع في بطوله لهذه الفئات السنيه الصغيره، وسوف تكون مناطقيه. ما رايك في هذه المبادره؟ هاي خطوه ممتازه جدا طبعا. يعني بتريح المدرب المنتخب في اختيار العناصر اللي هو بشوف انه ملائمه حتى يتحمل مسؤوليه نتائجه، لانه بصيرش لجنه مسانده تختار لي لاعبين وانا ادربهم ومن ثم انا اتحمل مسؤوليه الاختيار. اللجان المسانده يعني في معظمها للاسف الشديد هي التي سوف تقوم بهذه المهمه على كل حال. بتصور انه منطق مش سليم. مش سليم. اذا السليم هو تعيين مدير فني او جهاز فني، اطلاق بطوله،
ويختار الجهاز الفني من خلال هاي البطولة. أكيد يعني الجهاز الفني سوف لن يكون بعيدا عن هذا الحدث. نعم. طب ليش هو ما يختار في الحالة هاي؟ ليش اللجان المساندة؟ يعني في فترة من الفترات طلب الاتحاد من اللجان المساندة اختيار أفضل لاعب لها. وحط وقت عين الكابتن عبد الناصر بركات مدرب للفئة هاي. تفاجأ عبد الناصر بركات في إنه كل الموجودين عنده 30 لاعب مهاجمين. لأنه بوجهة نظر اللجنة المساندة إنه أفضل لاعب هو المهاجم اللي مسجل أهداف. فيش عنده لا حارس مرمى ولا مدافع ولا لاعب وسط. 31 مهاجم. يبدو المعلومة يعني أطربت كثير مدربنا خضر عبيد. على أي حال خلينا نتابع التقرير اللي جاينا لليمن نشوف ماذا يحتوي. لنتابع. هي نفس الصورة التي عرف بها المنتخب الفلسطيني، فالأداء التكتيكي وتوزيع الكرة بين اللاعبين أظهرت كما العادة فنا كرويا تألق به لاعبو منتخب الناشئين الفلسطينيين على مسرح نادي الشعب الرياضي والثقافي بالعاصمة اليمنية صنعاء. وبدأ التألق واضحا في خط الدفاع والهجوم، وكذا ظهور تألق حارس المنتخب الفلسطيني الذي أبدى مهارة في صد كرات خطيرة من المنتخب البوتاني رغم الهدف الأول لصالح بوتان والذي جاء في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول. فما هي إلا لحظات من زمن المباراة وتحديدا في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول ليسكن وسط هجوم منتخب الناشئين الفلسطينيين هدف التعادل في شباك مرمى نظيره البوتاني ليفرح المنتخب الفلسطيني جماهيره بهذا الهدف عن طريق اللاعب أشرف نباتة. وتأتي مباراة منتخب الناشئين الفلسطينيين هذه مع نظيره البوتاني في إطار التصفيات الآسيوية للناشئين تحت سن 20 عاما المجموعة الثالثة، والتي يشارك فيها فلسطين، قطر، اليمن ومنتخب بوتان، والتي تستضيفها اليمن من 8 وحتى 18 من الشهر الحالي. اليوم احنا واجهنا منتخب يعني كأنه جاي يعني طبعا بحاول انه كمان يؤدي مباراة قوية جدا ولعب مباراة كبيرة جدا، مع انه يعني هناك شوية تراخي من لاعبين المنتخب الفلسطيني، فمن هنا كانت صعوبة المباراة على منتخبنا بسبب فوز سوريا على هذا المنتخب بنتيجة كبيرة جدا. وشكلت هذه المباراة لوحة فنية في الأداء الكروي الفلسطيني ومهارات عالية ربما أنها أبرزت تكافؤا في الأداء مع منتخب بوتانيا في الشوط الأول، بينما أظهرت تميزا واضحا للمنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني. وفي الشوط الثاني من المباراة أبدى المنتخب الفلسطيني تألقا مميزا وحماسا في هجوم لاعبيه وتسديداته الموفقة إلى مرمى على نظيرهم منتخب بوتانيا. لعب جيد جدا، يعني بدناش نقول ممتاز، جيد جدا اللعب وحققنا هدفين وإن شاء الله بنرفع علم فلسطين واسم فلسطين عالي. وهكذا صار لدى المنتخب الفلسطيني بفوزه على منتخب بوتان صار لديه أمل في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى تصفيات آسيا للناشئين. محمد الماكدي، تلفزيون فلسطين، صنعاء.